ساحة محاطة بالحوانيت. لما تصير البضائع إلى هنا الموردين القيصرية هذه قيصرية. السمسرة واسعة الأرجاء. القيصرية تطلق على السمسرة واسعة الأرجاء. توصل البضائع لهنا. هذا ويجوا الكساري. من هم الكساري؟ تجار التجزئة. كل واحد تجار الجملة. تجار الجملة يقيمون هنا مع بضائعهم. السمسرة هذه. أيوة ينزلون هنا داخل السمسرة ينفقوا تجارتهم للكساري. سكة الحلقة وهذا اسم الشارع بتاع صنعاء. سكة الحلقة يعلقوا فوق التجار. سماسر كلها. هذه سمسرة هذا كان سمسرة سماسر كان مثلا من هذه الحانوت حماد ومية 23 كان مستأجر له ماجري بن سكر البانية. ماجري بن سكر البانية. ماجري بن سكر البانية. جاء واحد بعده اسمه روخ البانية. هذا طبعا يجوا من تجار الهنود حيدر أباد. من حيدر أباد. يجوا تجار في تجار بقى. الحركة التجارة كانوا بيدهم. ايوه وسعت تجارتهم أرجاء اليمن. تجار البانية. الخانات ما كانوا يستأجروها إلا البانية. أعظم تجار كانوا تجار كبار. وهذا الخان مركز تجاري قديم جدا. هذا قديم. واسعة جدا. بطول الخان وأفضل. التجار يسكنوا ببضاعهم فوق وتحت. لأنه أساسا موقع متوسط. تربط بين المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية. موقع تجاري، محطة تجارية، مركز تجاري. لذلك تتكون من 19 سوق، 4 خانة. يعني كم حركات تجارية؟ أكثر من 360 حانوت. نعم أكثر من 70 سمسرة داخل المدينة و6 سماسر خارج المدينة واسعة الأرجاء. سمسرة علي العرش كانت تسع أكثر من 100 ثور. مركز تجاري. أيضا كان في تجار مسيحيين. أيوة تجار مسيحيين. أيوة يونانيين وصل يونانيين. أول من اسمه واحد منهم اسمه السرجوي. كان مستأجر من الأوقاف السمسرة الذي بإزاء مطعم الطلاسة. كان مستأجر من الأوقاف. وكان وكيل تجاري. لذلك مدينة إيب قدمت نموذج للتعايش السلمي. يهود بانيان مسيحيين مسلمين متعايشين. أول مرة أسمع المعلومات حتى يوناني. قبول بالآخر. هذا ممكن نشاطه بس ما فيش عندي فكرة والله. بس إنه كان وكيل تجاري. قد يكون باز كان يربط ما بين ثياب وغيره من البضائع. وهذه الطريقة كما ذكرت لك سابقا انه هذا السوق الشمالي شمال المدينة. كان مركز التجارة هنا. توسعت المدينة وازدهرت تجارتها. استحدثوا السوق. هذا السوق الجنوبي. تمام. هذا خان البانية. هذا محل خان البانية الذي هدموا وأحرقوا
اهل يافع في عام 1120. لما نزلوا شالوا ايوه لما نهبوا مدينه. هذا الخان حرقوه. هذا حرقوه. وذكر صاحب بغية المريد. ها؟ السيد عامر. السيد عامر دي الف بغية المريد. موجود بنشر العرف. يعني كان هذول هذا اخذ البانيه.